يا صباح النور والسرور والسعادة والهنا والفرح. شم نسيم. احنا في شم نسيم والدنيا ربيع والجو بديع. قررت اخرج، زهقت واتخنقت وطهقت ومش عايز يخرجني. طلعت الطقم الحلو اللي انتوا شفتوه ده، لبست واتشيكت ولبست النضاره بتاعتي انا وجودي، وقلت لها يلا ننطلق. مش عارفين فين بس طلعنا. رحنا عند الموقف اللي احنا هنركب منه، وهتعرفوا معايا، كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا احنا رحنا فين. طبعا ما نطلعش على بطني فاضيه، انا بجوع بسرعه يا اختي وريقي بينشف. حودت على الفرن ورحت جايبه فطير وكحك عشان برضه اكل في العربيه كده وانا ماشي انا والعيال، ما انا ريقي بينشف بسرعه. ركبت العربيه وكنت مش عاوزه اقول لكم بقى، بطلع ايدي من الشباك زي العيال بالظبط. كنت فرحانه قد الدنيا، كنت مبسوطه بشكل. افك عن نفسي يا اختي عند كبت، افضل قاعده كده بقعده بكبتي. خدت العربيه وقمت جايه منطلقه وماشيه وبصه من الشباك اتفرج على العربيات والناس، ودنيتي كانت جميله. وانت قاعده بتتفرجي معايا كده على الرحله الجميله الحلوه بتاعتنا دي، ما تنسيش يا اختي تعملي تفعلي زر الجرس وتصلي على النبي كده، وتقولي لي انت كمان قضيتي شم النسيم بتاعك فين. انا طول ما انا ماشيه واشوف النخل ده احس ان قلبي بدأ ينشرح، ان انا داخله على مكان انا بحبه. كل ما بقرب على مكان انا بحبه احس ان انا قلبي بينشرح. واللي يعرف معايا كده، كل اللي يوصل معايا في مرحله ويشوف النخل ده يقول لي هو احنا كده رايحين على فين؟ ها، على فين؟ طاير يا هوا طاير على المينا. مينا يا ولاد، شايفين المينا؟ احنا داخلين كده عند المينا. قولولي البوابات. ياه، مش عايزه اقول لكم بقى، انا في اللحظه دي كنت حاسه ان انا روحي بترد ليا، لان انا بحب البلد دي جدا وبعشقها، لان بحس فيها بالسعاده. مين بيحس فيها بالسعاده؟ دخلنا بوابات راس البر. البلد ديت انا بحبها جدا وبحب المكان ده جدا، لان انا واخده عليه من وانا صغيره، وعيالي بيفرحوا جدا بالمكان ده. فقررنا ان احنا نقضي شم النسيم في راس البر. شايف بلد جميله جدا، نظيفه جدا، وريحها خفيف كده. مش عارفه مين زيي بيحبها، بس انا بعشقها. بحس ان انا باخد طاقه ايجابيه لما بروح مكان انا بحبه. لما بدأنا نخش على العمارات بقى، وبدأت ان انا اشوفها كده من بعيد، بدأت اشم ريحة البحر وريحة السمك وريحة الهواء بتاع حاجة كده ترد الروح. تحس ان انت بتطلعي من كبت انت عايشة فيه، بتروحي تفضي كل الطاقة اللي عندك، كل الطاقة السلبية تحطها في البحر وتاخدي مكانها طاقة ايجابية. وصلنا هنا عند الجامع الكبير اللي في السوق الكبير، مكان من الاماكن الحلوة جدا جدا، وبيبقى في ساحة كبيرة جدا ممكن تلعبوا فيها وعيالك يقعدوا فيها ويلعبوا فيها جامد جدا. لان احنا كنا جعانين، ما الفطرتين دول ما شبعوناش، عايزين نجيب فطار كده وندلع نفسنا. نجيب فطار والعيال دي تاكل، احنا طالعين رحله، ما دام طالعه رحله يبقى طالعين ناكل. اتوبيسات راس البر اهي. الطفطف يا اختي، استنى يا اخويا. قلت له لا روح انت بقى، انا هكمل واصور في الجامع. الله الله على الجمال. شفتوا الجمال يا اولاد؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بوريكم للناس اللي ما تعرفش راس البر وجمالها وحلاوتها، فانا قلت تفرحوا معايا وتعيشوا معايا اللحظه زي ما انا ما فرحان. جبنا العيش ووقفنا عند الراجل الطيب اللي هناك ده، هو بتاع الفول والطعميه، وقمنا جايبين منه طعميه، وجبنا منه احلى فطار ممكن تحبيه عشان ناخده ونروح ناكل بيه ايه على البحر. عدينا هنا بعد ما جبنا الفطار دخلنا في سوق السمك بقى. الله على جمال السمك والجمبري، مش عاوزه اقول لكم على الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يا جمال راس البر وسمكها، والبحاري بقى، والسمك البحاري والبولتي والبوري والكابوريا وكل حاجه حلوه. يعني اللي بيحب حاجه هيلاقيها. الشوايات بقى والدنيا، وراس البر شغاله، والناس كلها جايه تقضي شم النسيم واديله. وقلت بس احنا جبنا الفطار، ان شاء الله باذن الله هيبقى الغدا باذن الله سمك. ما انا لازم ادلع نفسي وادلع كروشتي. رحله بقى وشم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. الناس كلها في شم النسيم راحت جريت كلت جنبا فسيخ ورنجه، وانا قلت لهم لا انا هاكل يا اختي سمك وجمبري كده وادلع نفسي. لا هو ده الفسفور الحقيقي. بدل ما اروح اجيبه مملح جبته كده، جبته طري، وهوريكم. كملوا معايا عشان اوريكم احنا جبنا الغدا ايه. وصورنا. شفتم؟ بصوا السمك بدمه بسم الله ما شاء الله. وطبعا السمك البحاري ده لا يعلى عليه والله العظيم، في ريحته وطعمه واكله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يوسع على كل الناس. وكنا هناك بقى طبعا، والنهار طالع كده بسم الله ما شاء الله. بصوا سوق السمك اللي هناك، بصوا تحفه 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 تحفه.
والراجل بيقول لي السمك احنا مش عاملين مقاطعه، تعالي يا ابله تعالي خدي مننا. بس رحت خدت منه وربنا ما زعلته، قلت له عينيا هجيلك واخد منك، وخدت منه ونفعته. امال احنا لا بركه الا هم، نجيب منهم وننفعهم، ربنا يرزقهم ويرزق الجميع يا رب العالمين يا رب. وطبعا في شم النسيم لما راس البر وهي شغاله طبعا ما كانتش مليانه قوي، بس كان الوضع حلو جدا يعني، كان فيها ناس برضو، ما كانتش فاضيه وما كانتش مليانه قوي. بقيت ماشيه كده عماله اصورها واصور كل حته وكل مكان فيها. وهنا برضو لو انت عايزه فطير وبيتزا والحاجات ديت، الناس اللي ما كانتش هتاكل سمك، في هناك مطاعم بقى للبيتزا وللفطير بقى وللسندوتشات واللي انت عاوزاها تلاقيه. وكنا واخدين معانا الكوره بقى، واديله ايه يا خراشي. انا كنت ماشيه كل مكان اروحه اصوره. انا كنت عايشه اللحظه وفرحانه، وقررت ان انا اصور لكم وطبعا تصويري انا ده على قدي وبكاميرتي وبكاميرا تليفوني، واتمنى انكم ما تزهقوش مني ولا من رحلتي. بس فعلا انا يعني حسيت ان انا غيرت طاقه ايجابيه جدا. وحياه ابوك وحياه اغلى حاجه عندك، لا تحطي اللايك والكومنت بتاعك عشان انبسط كده، وتعملي لي اشتراك كده وتفعلي زر الجرس. هنا قررنا ان احنا نجيب الحاجه بتاعت الغدا ونحجزها في الشوايه على ما نروح نفطر، وبعد كده نجيبه. بص السمك بوريهولكم ايه بدمه، انا وجدي واقفين نشوف السمك بدمه، بسم الله ما شاء الله. ده الفسيخ، ده السمك البوري اللي بيتعمل منه فسيخ، اللي الناس كلها جابت فسيخ وكلته محدق. انا جبته بس شويته، عملنا دلع كده، شوينا وعملنا سنجاري وبقيت واقفه عماله ادبق بقى سمكيه تكون حلوه كبيره كده ملحمه، عشان السمك ده لما بتشوي بيبقى زبده كده، بينز زبده بسم الله ما شاء الله بالف هنا وشفا للي كل. وجودي عماله تقول لي هاتي ده يا ماما، لا شيلي ده، لا حطي ده. والجمبري بقى، شفت الجمبري؟ جمبري صحي يا اولاد اقسم بالله، الجمبري صحي، الصلاه على النبي بسم الله ما شاء الله. كان بيلعب بصوا بسم الله ما شاء الله بشنباته. بصوا انا ما كنتش كلت جمبري من زمان، فقلت ما دام احنا في راس البر والسمك والجمبري البحري دوت غير المزارع بيبقى تحفه تحفه تحفه. جبنا البوري وجبنا الجمبري هناك اهو، وبعد كده جبت كمان. اسكت بقى على كده يعني، انا اجيب 2 بس؟ لا، بضرب بعيني هناك لقيت كابوريا البطارخ النوتي. لما تجيبي كابوريا تجيبي الكابوريا اللي هي النوتي، اللي بتبقى مبطرخه دي، بتبقى تحفه وملحمه وطعمها رائع رائع رائع. انا مش عايزه اقول لك بقى الجمال والحلاوه، بس جبت على قدنا كده ايه نص كيلو بس، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي. اتعملت مش عايزه اقول لكم بقى الجمال والحلاوه. كانت ايه يوم فوسفور وسمك وجمبري واديله الفسيخ. انا لما باجي اجيب انا ما باكلش فسيخ في شم النسيم، انا باكل سمك جمبري لو انا خرجت، لو ما خرجتش باكل اي حاجه. رحنا عند الراجل الطيب ده، الشوايه ديت اللي احنا على طول بنتعامل معاها، اديت له الاكل واديته السمك وسبته ومشيت، عشان انا كنت جعانه وعاوز افطر انا والعيال، خلاص هبطنا جعانين. اديته الحاجه وهو قال لي بقى انا هظبط لك الدنيا، كتب اسمنا وكتب الطلبات والحاجه اللي احنا عاوزينها وسيبناه وتوكلنا على الله. بقينا بقى نتمشى كده، جبنا خضار، جبنا جرجير. الست الطيبه ديت حودت عندها، جبنا جرجير وجبنا خضار علشان ناكل مع الفطار. مش هينفع كده ان ابلع بايه الطعميه والحاجه اللي احنا جبناها، فجبنا خضار من عندها بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله ويديها الصحه يا رب العالمين. وقمنا وصلنا بقى عند البحر. مش عايزه اقول لكم بقى ساعه ما شفته زي ما يكون بيقول لي انت فين من زمان، والله العظيم انا كنت عماله ابص له كده ويبص لي، اللي هو البحر بيقول لي نورتي راس البر. ده فطرنا اهو، جبنا شيبسي، ودي سلطه جبنه وفول وطعميه وجرجير وعيش وميه. كان فطار خفيف لطيف ظريف كده على السريع، عشان نجهز معدتنا للغدا الجامد اللي احنا عاملينه ومجهزينه. بس طبعا انا مش انا عاوزاكم تكملوا معايا الجزء الثاني من الفيديو عشان اوريكم الغدا بتاعنا والمفاجأة اللي حصلت في اخر اليوم. كانت احلى مفاجأة حصلت لي وكملت اليوم معايا، انه الحمد لله اللهم لك الف حمد والشكر. كان يوم جميل جدا 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 وانبسطت وعيالي انبسطوا. كملي معايا واستنيني في الجزء الثاني عشان اوريكي المفاجأة.